اهلا بيك صديق الاوتاكو في فيديو جديد. انتوا طلبتوه مني كتير تقييم شخصيات الانمي، اسطوريه ولا ممتازه ولا عاديه ولا سيئه جدا. انتوا كنتوا بتقولوا حاجه غير سيئه بس انا استبدلتها بسيئه عشان انا عندي اطفال بيتابعوني يعني. والنهارده هنقيم شخصيات هانتر. انتوا اقترحتوا هانتر او اتاك، انا اخترت هانتر. ولو النوعيه دي من الفيديوهات عجبتكم تقولي في الكومنتات وانا ازود منها. بس لو اول مره تشوفني فانا ايه سليم، اكتر اوتاكو مواضيعه مستفزه وكلامه مش هيعجبك، ولكن لو تابعتني للاخر هتقتنع بوجهه نظري يا صديق الاوتاكو. مش هطول عليك، دوس لايك وسبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ده ل 500 لايك. شفتوا طموحي قل ازاي؟ انا مش طماعه. ワンピースは実在する。そうだ、僕がキラだ。神羅転生レジيوش يكيموشو. بص يا صديق الاوتاكو، خلينا متفقين، انا اول مره اجرب هذه النوعيه من الفيديوهات، بس هي شكلها هتبقى مسليه لاني كل اللي عليا ان انا اسحب واحط في الخانه اللي انا عايزاها. احنا عندنا الخانات اسطوري، ممتاز، متوسط، عادي، سيء. هتلاقوني عامله في سيء كده وهتلاقوا نبرتي بتتغير، بس انا ما اعرفش لسه اذا كان في الشخصيات دي هتبقى سيئه ولا لا، وانا كنت بحطهم كده عشوائيا. فخلينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تقريبا معانا 30 شخصيه. اول حاجه انا هبدا من تحت لفوق، فنبدا باول شخصيه معانا اللي هي شخصيه كانت من ارك العناكب اللي حاربها كورابيكا. معلش هيبقى في حرق لان انا مضطره اتكلم بالتفصيل عن الشخصيه، فاللي لسه ما اتفرجش على هانتر ولو اني اشك في ده يعني يعمل سكيب في الشخصيه اللي هو لسه مش عارفها. ده هزموا كورابيكا، ده اول واحد من من فصيله العناكب ايه، من عصابه العناكب يهزموا كورابيكا. انا مش هكدب ان هو الى حد ما صعب عليا، بس هما كلهم يستاهلوا بامانه يعني، هما كانوا عصابه بنت لذينه. انا هحطه في حتة المتوسط يعني، مش شايفاه ممتاز قوي يعني. هو كان خطير بس يعني انا كآية يعني، بما اني بقيم تقييمات شخصية فانا شايفة ان هو كان متوسط يعني. كانت قوته جامدة، هو كان قوته جامدة وجامد ودخل مع كورابيكا في معركة خطيرة، بس انا كآية شايفاه هو شخصية متوسطة في الانمي يعني. اصل هو ما قعدش يعني، هو دخل عمال وفي الاخر كورابيكا اداله على عينيه جامد جدا يعني. فهو خليه في الحته المتوسطه. بعد كده عندنا مدرب جون وكيلوا. الراجل ده بصراحه ممتاز يعني. خلينا نقول ان هو لولا اللي عمله مع جون وكيلوا في ارك حلبة السماء كان محدش فيهم هيفهم النن ولا كان هيفهم ايه ده اصلا، وكانوا هيبقوا زي الحلاوة كده. فانا شايفة ان الراجل ده ممتاز، ومش عادي يعني ولا متوسط، لا هو بجد ممتاز. اللي بعد كده اسمه بريستون، صح؟ اوكي، انا هحطه في سيء. ماشي، انت جبته لنفسك، انا ما كنتش بطيئه. انا مش فاكره بالظبط يعني ارك اللي هو اختيار رئيس تقريبا بعد ما نترو راح مننا كنا عايزين نختار رئيس جديد، فهو بريستون ده طلع طالع نازل طالع نازل، كان دوشني يعني. وانتخبوني انتخبوني انتخبوني، بيفكرني بناس كتير قالت نفس الكلمة. في زن، كفاية زن، مش عايزاك تزن. ماشي يا بريستون، انت مين انت عشان خاطر انتخبك؟ هو انا اصلا ما كنتش في الانمي، انا مالي خدت الموضوع على قلبي ليه كده؟ بس هو يا جماعة كان زنان يا صديق الاوتاكو. لو انا غلطانة اكتب لي في الكومنتات يعني. ده بالذات تشوفه يتحط فين؟ يتحط في عادي مثلا؟ اصلا حاسة بالذنب ان انا حاطاه في سيء، بس انا فعلا مش طايقاه. واخده الموضوع على قلبي قوي، بس دي اول مره بصراحه ليا استخدم الموضوع ده، فانا بالنسبه لي ناويه اتعامل بنزاهه واكون صادقه معاكم. انا دايما صادقه اصلا. خلينا نشوف الشخصيات اللي بعد كده. عندنا ده اول كان واحد من الناس اللي عملت اختبار في اختبار الصيادين. فده انا بصراحه شايفاه متوسط يعني. هو ما اقدرش اقول ان هو اقل يعني من المتوسط، ما اقدرش اقول ان اعلى من المتوسط، لان هو بعد كده جه ناس تانية مختبرين افضل منه بكتير. هو كل اللي عمله ان هو كان بيمشي بعد كده سرع مد 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 وما كانش بيجري، هو مد وهم بيجروا. ف بصراحة كانت شخصية لذيذة، بس ما شفتش منه كتير عشان خاطر احطه في منزلة اكبر من كده. بعد كده عندنا البنوتة اللي كانت في اختبار الصيادين، ودي اللي بسببها تقريبا جون وكورابيكا اتحبسوا جوه، لان هي اطلقت حاجة سم ليه علاقة بالنحل او حاجة زي كده، مش فاكرة قوي. بس هي كانت قوية يعني. هو كده كده هي ما عدتش تقريبا ولا عدت، مش فاكرة. بس خلينا احطها اخيرا حد معانا في العادي اهو. هو مفيش حد هيجي في الاسطوري؟
ما جاش الاسطوري ده، ما جاش. هي بس هي شخصيه في العادي. انت انت تاني واحد هتبقى في السيء. انا لو عندي حاجه اقل من السيء كنت حطيتها فيه حقيقي. انا كان المفروض احط هنا اسوأ من سيء، يعني في الرانك ده كان المفروض احط اسوأ من سيء، واحط الشكل ده ده بجد يا جماعه. او يا صديقي الاوتاكو، انا مش عارفه ليه بقول يا جماعه. يا صديقي الاوتاكو بجد شخصيه. بس مش هكدب عليكم، يعني هو بطريقه ما كان مخلي فيه سسبنس جامد في اختبار الصيادين. بس هو شخصيه سيئه، مش هنختلف ان هو شخصيه سيئه. طيب نروح بعد كده لواحد من الحراس الملكيين، النمله. النمله دي هحطها في العادي، لاني للاسف انا مش فاكراه قوي. وطالما مش فاكراه يبقى هو ما سابش تأثير يخليني احطه في مرتبة اعلى من كده. انا شايفة هانتر بقالي تقريبا مدة، مش مدة قصيرة ولا مدة طويلة، يعني بقالي فترة. بس هو فعلا انا مش فاكرة دوره ولا تقريبا ده اللي هزمه كيلوا. ده اللي هزمه كيلوا. ف مش فاكرة تأثيره قوي، فانا عشان كده هحطه في العادي. بعد كده نروح لبسكس. كان اسمها بسكس ولا بسكوتة ولا كان اسمها ايه؟ انا دي بصراحة هحطها عند عمه تاني معلمة لجون وكيلوا. هحطها في مرتبة الممتاز. انا الشخصية دي كنت بحبها جدا، وشاطرة قوي يعني، ومضحكة. وبعدين بحب قوي المدرب اللي على شكل طفل ده. بحس انه بيطلع منه احسن حاجة. ف هحطها في حتة الممتاز. بعد كده المفجر رغم ان هو كان شخصية فيلن وشخصية شريرة ولا تطاق، بس هحطه في مرتبة الممتاز لانه ادى دوره كمفجر وكشخص مخادع بطريقة ممتازة. فهو لازم يتحط في مرتبة الممتاز. بعد كده عندنا جون. ايه ده احنا جون وهيسوكا وكورابيكا وكيلوا ويوريو الاربعة ورا بعض. ده تحدي، ده اختبار سرعة ده. ماشي. اعذرني صديقي لوتاكو، انا مش هحط جون غير في حتة الممتاز. يعني مش هقولك شخصية مش حلوة، بس هو مش اسطوري يعني. جون شخصية لذيذة. انا بحب اتفرج عليها، بحب اشوف طيبته، بحب اشوف نيته الحلوة، بحب اشوف اعتماده على كيلوا طول الوقت، بحب اشوفه ان هو انقذ يعني. عجبني جدا ان هو انقذ كيلوا من غير ما يعرفه، يعني هو شاف في كيلوا البذرة الطيبة اللي محدش شافها. بس هو يتحط بس في حتة الممتاز. لو مختلف معايا يا صديق الاوتاكو وعايز تقولي كلام جارح يضايقني، انا متفقة معاك جدا، لان جود شخصية لذيذة قوي. فده الشخصية الوحيدة اللي لو اختلفت معايا فيها وقلت لي ايه انت عملتي ليه كده، لا هو يستاهل ان هو يتحط في الاسطوري. انا هتفق معاك. اكتب لي في الكومنتات وقول لي جون يستحق ممتاز ولا اسطوري. خلينا بقى الشخصية اللي بعد كده. اوكي، هيسوكا. طيب، اخيرا هنحط حد في حتة الاسطوري. ما ينفعش. ما ينفعش يا صديقي اوتاكو هيسوكا يتحط في حتة غير الاسطوري. انا اسفة يعني. اتفقنا اختلفنا في اي حاجة في هانتر، في اي حاجة في عالم الانمي، هيسوكا شخصية اسطورية. مفيش حد اتفرج على هانتر غير لما علق على هذا السايكوباتي النرجسي. لا يمكن، سايكوباتي نرجسي بس بنحبه. واسطوري، قوته اسطوريه. يعني انا ما تخيلتش في حد في يوم من الايام ان حد يبقى عنده نن بطريقه اللبان الجم. انا اسفه انا بسميها كده. انا بحس ان هي قدرته البان. الشخصيه مرسومه حلوه قوي على طريقه الجوكر بتاع الكوتشينه. تحس ان انت عايز تعرفه وخايف تعرفه. فهو بالنسبة لي شخصية أسطورية، عليه علامات استفهام كتيرة جدا. وأظن إن لو توجاشي عنده صحة وفي يوم من الأيام عمل كده زي مثلا ما عملوا في أتاك اون تايتن حلقات لليفاي لوحده، بما إنه فرقع شخصية كانت فرقعت وناس كتير حبتها. أظن إن برضو هيسوكا من الناس اللي ممكن يتعمل لها برضو زي كده مجلد لوحدها، تروح كده وتعمل له برضو انمي لوحده، زي ما عملوا الكايتو كيد في كونان انمي لوحده. في شخصيات كده تحس ان انت عايزة تخرجها من حتة ان هي شخصية تانية
او شخصيه بتظهر في ارك وارك لا، بانك تعمل لها انمي لوحدها والناس تشوفها طول الوقت. هيسوكا واحد منهم، فهو اسطوري اسطوري. اللي بعد كده كورابيكا، يعني صاحب السلسله، هحطه في اسطوري. سوري انا انا حاسه ان هي مسيره الاسطوري فتحت عندنا. عصر الامبراطور، يعني انا شفت القناص على سبيس تون، فشفته وهو بيتكلم لما كان بيطلق سلسلته وبيقول عليها عصر الامبراطور، فانا بالنسبه لي هو من ساعتها امبراطور بالنسبه لي. وفي ارك العناكب، يعني انا اسفه، ما كانش في حد بطل للارك ده غيره. تخيل كده، انمي، هات لي انمي في الدنيا، انمي في الدنيا، وان بيس، ناروتو، يا عم ديمون سلاير اللي انتوا كلكم بتحبوه ده، هاتولي ارك كده حد غير البطل كان هو البطل. مش هتلاقوا غير في هانتر، في ارك العناكب بالذات هو كورابيكا بس كان البطل، والباقي شخصيات تانية بتخدم عليه. فانا بالنسبة لي برضو كورابيكا شخصية اسطورية. كيلوا، هو احنا قلناها ماسورة اسطورية وفتحت التلاتة جم ورا بعض في الاسطوري. انا بعشق هذه الشخصية. يعني أنا في حلقة ليه بنحب هانتر، او اللي اتكلمت فيها عن هانتر، ولا ليه هانتر افضل انمي في التاريخ، انا قلت لكم في نقطة لوحدها ان كيلوا كان السبب في ان احنا بقينا بندور دايما على صديق البطل. فين صديق البطل عشان نحبه؟ ها، فين صديق البطل عشان نمدحه؟ فهو بالنسبة لي برضو كورابيكا في الشخصيات الاسطورية. كورابيكا ايه، اقصد كيلوا كيلوا في الشخصيات الاسطورية، وعمل حاجات كتيرة جدا تخليه اسطوري. بعد كده يوريو، اعذروني هحطه في حتة المتوسط، مش هقدر احطه حتى في ممتاز، بس لو بتختلفوا معايا وعايزين تعلوه في الممتاز برضو اكتبوا لي في الكومنتات، يعني دي اراء شخصية. كرولو، يا رب اكون بقول اسمه صح، بس ممتاز. ممتاز، انا بالنسبة لي بحسه ممتاز. يعني حتى الراجل فقد قوته بمنتهى الهدوء، فقد عصابته بمنتهى الهدوء. انا مشوفتش حد فقد كل حاجة في حياته في لحظة كده بمنتهى الهدوء. يعني الفيلن الوحيد اللي كان هادي جدا وهو بيفقد كل حاجة يعني احييه. باكوندا، باكوندا هحطها في حتة الممتاز برضو، لانها كانت ممتازة بصراحة لغاية ما ماتت، كانت رائعة. انا وفعلا رغم ان هم عصابة، بس كان عندها مبدأ، يعني حسيت ان هي كان عندها مبدأ. طيب كايتو، كايتو سوري مش هينفع احط غير في الاسطوري. انا اسفه، يعني انا دايما بقول كايتو، يعني او كيلوا وكايتو شبه بعض جدا، لدرجه ان انت كيلوا لما يكبر هيبقى كايتو لما كايتو هو كبير. فمش معقوله احط النسخه بتاعته الصغيره في الاسطوري واحطه هو كنسخه في حته تانية غير الاسطوري. فانا اسفه، انا اكيد انتوا زعلانين ان انا حاطه جون في الممتاز مش في الاسطوري، انا اسفه. انا حاسه بالذنب، بس انا مش هرقيه، هم دول بس اللي عندي في الاسطوري، وهنشوف لسه اذا كنا هنحط تاني في الاسطوري ولا لا. مريم، انا عارفه انكم هتزعلوا بس ممتاز. معرفش مش هقدر. هتقولوا لي يعني ايه يا حاطه هيسوكا وكورابيكا وكيلوا وكايتو؟ يا جماعه ده تقييم شخصي، لو ما قيمناش تقييم شخصي ممكن يختلف واقول لكم مريم يتحط في الاسطوري، ده حقيقي. بس انا كتقييم شخصي انا هحط مريم في الممتاز. يعني انا ما شفتوش غير هو في المعركه الاخيره، قاعد طول الانمي الارك يلعب لي في الشطرنج، وجه في الاخر هو ونيترو عملوا معركه جباره وكل حاجه، بس انا هحطه بس في الممتاز. قولوا لي رايكم. انا كآية، انا والله مش واحده بقيم حاجه، انا بقيم شخصيات من وجهه نظر انا بالنسبه لي شايفاه في الممتاز. نخش بعد كده البت البيت بربر، انا اسفه مش فاكره اسمها، فانا بالنسبه لي هحطها في المتوسط. كان دورها كويس، هي اللي غيرت من روح مريم وخلته تفهم ان في بشر كويسين، بس مش هعرف احطها في حته اكتر من كده ولا في حته اقل من كده، لان الوليه كان دورها مؤثر وانا فير مش هكدب. اخو اخو كيلوا متوسط برضو بالنسبه لي، لاني ما شفتوش كتير، انا شفته بس كان عمال بيغير من شكله وفي الاخر لعب في دماغ كيلوا، فما شفتلوش دور تاني، فهو بالنسبه لي برضو في المتوسط. نترو، العم اسطوري، ما ينفعش، انا اسفه، ده العم ده عمه نترو، قعد يسقف لي 100 سنه ولا 1000 سنه مش فاكره عشان يكتسب القوه. فانا بالنسبه لي ده راجل العم ده اسطوري. لو
ما اظنش ان في حد هيختلف معايا في نترو ان هو يتحط في حته غير الاسطوري. سوري، هتقولي مريم حطاه في الممتاز و... ونترو حطاه في الاسطوري. انا مش جايه اسير اسمه ده الشغب ولا المتاعب. ده وجهه نظري. اللي بعده يا صديقي الاوتاكو، الكيورا مش فاكره اسمها، بس انا هحطها في حته الممتاز، لان هي بص، هو انا بالنسبه لي هانتر كان ماشي واقعي منطقي واقعي منطقي واقعي منطقي، حتى في اكتساب القوة كان واقعي منطقي لغاية ما جت البنت دي وفجأة بقى ورونا انها عندها قدرة خاصة. انا بصراحة بقى شفت قلت ايه، ان هانتر كده خرف. انت ماشي، انا بحاول اقنع نفسي ان انت ماشي بالواقعية والمنطقية، والناس بتكتسب قوتها عن طريق المنطق اللي هو الطاقة الروحية، زي كده ما كانوا الصينيين بيعملوا. لكن انت فجأة جبت لي واحدة عندها قدرة خاصة. فبالنسبة لي دي كانت نقطة بالنسبة لي لبش بيني وبين هانتر. بس انا برضو هقول اني هي شخصية ممتازة، يكفي الدور اللي عملته في هانتر في الاخر، في اخر لحظة. و ف ممتازة ممتازة. نشوف اللي بعده. جده الكبير في زولدك هحطه في المتوسط. قبل ما تشتم يا صديق الاوتاكو، انا ما شفتش منه حاجه كتير غير هي معركته الصغيره مع كرولو، وكانت قصيره جدا، فانا مش فاكره حاجه تاني. مش فاكره تاثيره، فهو بالنسبه لي متوسط. الواد التخيني ده مش فاكره اسمه. لا انت عادي، تعالى لي في العادي. مش فاكره كيو. مش فاكراك غير ان انت كنت قاعد بتاكل بوزو وبتتفرج على كيلو وهو بيتضرب. جين عادي. جين عادي بالنسبه لي، هو دوخنا طول الانمي، بس انا ما شفتش منه حاجه لان هو حرق دمي طول الانمي، وفي الاخر ابنه بقى جثه، وده عادي عادي يعني، ما عملش اي حاجه، فانت عادي بالنسبه لي. واحد من عصابه العناكب. مش عارفه يعني، قلقانه، حاسه انا عايزه احطه في العادي، مش عارفه احطه في حاجه غير كده. هو بالنسبه لي عادي جدا يعني، هو حتى مش متوسط، هو عادي نيوترال كده. ما مش فاكره برضو، مش فاكره عمل ايه. لا مش فاكراه، هو تقريبا كان برضو موجود في ارك اللعبه، بس مش فاكره عمل ايه بصراحه. بعد كده واحده من المختبرين. مش هحطك في السيء يعني، ابقى بنكر فضلك، فانا هحطك في العادي. وفي يا جماعه فجاه بقى قلبت كلكم عادي ليه كده؟ عاديه عاديه بالنسبه لي. بيتو. لا بيتو هحطها في الممتاز. ابقى كدابه لو حطيته في حاجه غير ممتازه يعني. هي قامت بدورها جامد يعني. عملت عمل، يا لهوي دي مستفزه بطريقه، بس هي شخصيه ممتازه يعني. يكفي ان انت صعب تتخيل انمي هانتر من غيرها. دي هي دي زعلتنا كلنا على كايتو، وزعلتنا كلنا على جون، رغم ان جون حط عليها يعني، بس دفع الثمن غالي يعني. بس هي قامت بدورها كويس، فهي في الممتازه. بعد كده اخر واحد من الحراس الملكيين، وهحطه في المتوسط، وده فقط لانه كان فنان، وانا بحب الفنانين. كان يمسك لك الكمانجة كده ويفن، فانا انا عارفه انه سبب سخيف جدا. بس هحطه في المتوسط. وبكده يا صديقي الاوتاكو احنا قيمنا ال30 شخصيه من انمي هانتر. هتختلف معايا، هتتفق في بعض الشخصيات، انا واثقه من كده، خصوصا الاسطوريه. لو انت والممتازه برضو يعني. انا عايزه اعرف منك يا صديقي الاوتاكو، انت رايك ايه في تقييماتي؟ هل انت متفق معايا ولا مختلف؟ ولو في حد عايز تحركه من خانه، قول لي هتحركه لانهي خانه، وقول لي السبب، ونتناقش انا وانت يعني. انا بالنسبه لي الكومنتات بتاعه الفيديو ده بالذات هركز فيها واقعد اتناقش معاك. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات يا صديقي الاوتاكو، ما تنساش تكتب لي في الكومنتات ايوه يا ايه عجبني جدا، ويا ريت تكملي عليه، وتقول لي كمان عايزني اقيم لك ايه المره الجايه. هل عايزني اقيم لك شخصيات انمي معينه، ولا عايزني اقيم لك مثلا انميات بشكل عام؟ اقترح عليا في الكومنتات. ولا تنسى الدعاء لاخواتك، وتكمل على المقاطعه، لان مفيش حاجه في ايدينا نعملها غير ده. وما تنساش اللايك يا صديقي الاوتاكو، لانه بيفرق معايا جدا. كل ما انت بتدوس لايك المحتوى بتاعي بيوصل اسرع، فلو ما دوستش لايك انا الخسران. ولو تابعت الفيديو للاخر شكرا جدا صديقي الاوتاكو. ما تنساش تتابعني على كل منصاتي، هتلاقيها في الديسكريبشن، وقول معايا يوش ايكيموشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.